السلام عليكم. هنشرح النهارده ازاي اتحكم في الغضب. ازاي اتحكم في ايه؟ في الغضب. طيب اولا نصلي على النبي كده عليه الصلاه والسلام. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما كان في حد طلب منه نصيحه فراح قال له لا تغضب، قال له لا تغضب، قال له لا تغضب 3 مرات. ليه بقى؟ اول حاجه ان انت الغضب ده لما يتحكم فيك، الغضب ده ايه؟ مشاعر، صح؟ يبقى الغضب من ضمن مين؟ من ضمن المشاعر. لو الغضب ده هو اللي اتحكم فيك كده انت لغيت مين؟ لغيت العقل، لغيت الادراك اللي يخليك تفكر. مش بس كده، انت طلعت هرمون الخناقه اللي هو اسمه هرمون الغضب ده، يطلع هرمون مين؟ هرمون الادرينالين. هرمون الادرينالين ده، وده هرمون بنقول عليه هرمون القر والفر. الهرمون اللي بيطلع لما بتغضب، الهرمون اللي بيطلع لما تكون رايح داخل على خناقه، تمام؟ لما تزعل من حاجه، كل ده هرمون الادرينالين ايه؟ بيطلع. طيب لدرجه ان اصلا هرمون الادرينالين ده عليه كلام كتير جدا جدا ومحتاج كده محاضره لوحده. يعني هرمون الادرينالين ده للاسف بقى لما بيعلى، كانك انت داخل على خناقه، بتحس ان انت دمك فاير، كانك انت جواك قوه. هي فعلا قوه، لان انت بتلاقي ضغطك عالي، السكر بتاعك عالي، سكرك عالي على ان انت رايح تحارب بقى ولا تتخانق، فالجسم يمده بالطاقه، فالسكر ده يتحول لاي تي بي طاقه. تمام؟ هتلاقي ان ضغطك ايه؟ ضغطك عالي عشان يقدر يوصل الدم، نفسك عالي عشان اخد اكسجين ازيد، عدد ضربات القلب الهارت ريت عالي عشان القلب يشتغل اكتر ويوصل الدم اكتر. تخيل بقى. وده للاسف الحاجات دي لما بتحصل في كبار السن وما يعملوش حركه ولا يكسروا في حاجه ولا يزعقوا ويكتموا في نفسهم، الحاجات دي تلاقيها رجعت بقى عكسي. تلاقي الشخص ده بقى مريض ضغط، بقى مريض سكر بسبب السكر اللي عالي، لا قدر الله تحصل له جلطه، وهكذا. المهم ان دلوقتي انا عندي الغضب ده، إيه اللي بيحصل لما هو اللي بيسيطر عليك كده؟ يبقى انت خليت مين اللي يسيطر؟ الايموشن، المشاعر. ووقفت مين؟ وقفت الكوجنيشن، الادراك. طب روح اعمل بقى بيهيفير، سلوك بناء على الايموشن الغضب ده، تلاقي نفسك بتغلط نفسك، بيخرج منك كلام المفروض ما يتقالش او ده مش وقته، بتعمل افعال المفروض ان هي ما تناسبش، وليكن ما تناسبش سنك، ما تناسبش الظرف اللي احنا فيه بسبب الايه؟ الغضب. طيب لو انا بقى شخص قلت اهدى، ماشي، خد اول ما تسمع حاجه تزعلك ولا حاجه تغضبك، خد ديب بريسنج، نفس عميق. ليه بقى؟ لان انت لما بتاخد نفس عميق انت كانك بتوصل الاكسجين اكتر لمين؟ للبرين، فبتخلي المخ، فبتخلي الادرينالين ده ايه؟ يقل. تمام؟ لما بتاخد نفس بتخلي لما الاكسجين يوصل للمخ كويس، بتشغل الادراك اكتر، فتبدا تعيد تفكيرك. هو الشخص اللي وصل لي المعلومه دي عايز يزعلني واعمل تصرف بناء على الزعل اللي حصل، ها؟ ولا اقول ما بلغني، ما شتمني الا اللي بلغني. تمام؟ فاهدى كده وافكر واعمل فعل ويناسب الوقت ويناسب حالتي الاجتماعيه ويناسب برستيجي ويناسب الدين بتاعي. عشان كده ايه؟ لا تغضب. فعشان كده لما انا افكر والغي ده، اقول له ستوب، وادي الكنترول لده الكوجنيشن، وافكر كده، ساعتها هقدر هعمل بيهيفير، سلوك يناسبني ولا لا، وهكذا.